انت وصاحبك كنتوا بتتمرنوا بقالكوا سنتين، لكن ده صاحبك اللي دايما بيتطور زياده عنك ويقول لك السر في الكرياتين. يا جدع، لكن تعالى مع بعض نشوف صحه حجته دي. لو جينا ثبتنا عوامل زي وزنك انت وهو، طولكم انتوا الاثنين، النظام التدريبي والغذائي اللي انتوا ماشيين عليه، ودورنا على مشكلتك نشوفها فين، هنلاقي فيه فروق كتير جدا، منها اللي تحت تحكمك ومنها اللي مش في ايدك. وما تخافش، مش هقول لك فروق فرديه واسيبك. من الحاجات اللي خارجه عن ارادتك هي قدره جسمك على تخليق البروتين اصلا، ودي بتختلف منك لصاحبك لاي شخص تاني على الكوكب. من اول الخليه دي قادره على استقبال هرمون زي الجي اتش قد ايه على سطحها، لحد ترجمه شريط الار ان ايه لبروتين اصلا. كل دي اختلافات جوه اجسامنا. الشيء الثاني، لو ذكرنا سيره التغذيه لازم نذكر سيره الانسولين. حساسيه الخلايا بتاعتك للانسولين اللي جايب لها الغذاء بتختلف منك لاي شخص ثاني على الارض. قدرتك على انتاج هرمون الذكوره اللي هو اصلا العامل الاول والرئيسي في تكوين العضلات مختلفه بينك وبين صاحبك. اما على جانب الفروق الفرديه اللي انت تقدر تتحكم فيها، هنلاقي اول عامل هو النوم. ومش مجرد النوم لمدة 7 ساعات متوسط، لا ده كمان النوم العميق وصحوانك اصلا في نفس الفترة الزمنية يوميا. كل دي عوامل جبارة للريكفري. الحاجة التانية، لو طبيعة شغلك بالليل او من البيت، ده بيقلل تعرض وشك للشمس، يعني نقص في فيتامين د طبيعي. ولو انت مستقل تأثير فيتامين د، اتعمل عليه بحث باسم ستيرويد اور فيتامين دي، يعني بيقارنوا فيتامين دي بالاستيرويد. ممكن ابقى اتكلم عنه في حلقه لو شفت اهتمام. الحاجه الاخيره عشان وقت الفيديو، هو لو انت عايش في بيئه دايما فيها ستريس، ده مخلي مستويات الكورتيزول في جسمك دايما عاليه. على المدى القريب تأثيره في تجميع الدهون وتكسير البروتين يعتبر معدوم، لكن كلامي على تعرض جسمك لكميات على فترات طويلة، ساعتها تأثيره بيكون واضح. الهدف من الفيديو انك تبص في طريقك اللي انت ماشي فيه وما تشغلش بالك بنتائج غيرك. اللعبة دي مش عادلة.